اي حاجة في الدنيا ليها جانب ايجابي وجانب سلبي، يعني مفيش حاجة اسمها ابيض مطلق او اسود مطلق. كان في عندي الحالة دي كانت اتعرضت لصدمة، فالمهم في الصدمة دي معرفش يمسك نفسه، فلقى نفسه بيشتم ربنا، فبقت فكرة قهرية عنده ان هو دخل في حالة صدمة. انا شتمت ربنا، فمش عارف يعمل ايه مع الفكرة دي. فكرة قهرية بتجيله كل لما يعمل حاجة كويسة او حاجة وحشة، انت شتمت ربنا. فلو بعمل حاجة كويسة تلاقيها تقولك انت شتمت ربنا، فمفيش حاجة هتتقبل منك. طب لو بعمل حاجة وحشة هتجيله الفكرة برضو اللي هو انت شتمت ربنا، فكمل كده كده ايه، خلاص بقى انت ربنا مش هيسامحك وانت شتمته. فنتعامل ازاي مع حالة زي دي؟ ازاي نقدر نبص لها بنظرة ايجابية؟ بص يا صديقي، انا اتفقت مع الحالة ان احنا هنبدأ نبص للجانب الايجابي، اللي هو ازاي؟ اللي هو ان انت الفكرة دي كل ما تجيلك هي بتجيلك من الشيطان هو اللي بيجيب لك الفكرة ان انت شتمت ربنا. فهو كان بيحاول ان هو يتجاهلها او يتجنبها، كل ما تجيله يشغل نفسه يحاول يتجنبها. فكل ما هو بيحاول يتجنبها ويشغل نفسه عنها، فبالتالي بيزيد تفكيره فيها اكتر. فقلت له لا، احنا هنستخدم السلاح الشيطان ضده. يعني ايه؟ يعني هنواجه الفكرة مش هنتجنبها، نتحداها. ازاي؟ كل ما تيجي الفكرة اللي هو انت شتمت ربنا، استغفر، حارب الشيطان بسلاحه. كل ما تيجي الفكرة اعملها كأنها انذار ليك للاستغفار، بتذكرك. شفت انت زمان لما كان في تطبيق بيقولك صلي على محمد كل شوية عشان يفكرك بانك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام؟ اتعامل مع نفس الفكرة دي بنفس الطريقة، ان هي بتجيلك تذكرة انك انت تستغفر ربنا. بعدها بفترة قال لي الموضوع فرق معاه جدا. الفكرة بعد ما كانت مسيطرة على يومه بنسبة 80%، الموضوع بدأ يقل لنسبة 60 50 30، لحد الموضوع ما بدأ يقدر يسيطر عليه، ما بقتش فكرة هي اللي مسيطرة عليه. فدايما في الحياة في جانب إيجابي وجانب سلبي، فحاول دايما تركز على الجانب الإيجابي وتدور وراه. ولازم لازم لازم كنا نبني مع الحالة دي على فكرة الجانب الديني، ان ربنا بيحب التوابين. طيب مين هم التوابين؟ الناس اللي غلطت وتابت. انت غلطت لما شتمت ربنا وانت تبت وحولت الفكرة القهرية اللي بتجيلك دي لانذار او تذكرة ليك ان انت تستغفر ربنا. فبالتالي الشيطان بيجيلك علشان يفكرك بذنب فتسرح فيه وتاخد سيئات وتلوم نفسك، انت حولته لتذكرة تخليك تاخد حسنات بالاستغفار. ده كان ببساطة نوع من أنواع العلاج المعرفي السلوكي اللي بنشتغل فيه على أخطاء التفكير